السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غنوجدوا مع بعضياتنا واحد الوصفه اللي هي بسيطه واقتصاديه وكتوجد في دقائق، كنحتاجوها بزاف ديال المرات، وكنوحلوا فيها اشنو غادي نديروا فيها، او اننا كنشريو امور اللي كنستعملوها جاهزه ما كتصدقش معنا مزيان. اليوم جبت لكم التعليقات ديال الصابلي اللي هما ساهلين اقتصاديين لذاذين والناجحين وكيوجدوا في دقائق. غنديرهم مع بعضياتنا اليوم. غدا نديرهم معكم في الصابلي، ولكن قلت ندير التعليقات بوحدهم مستقلين على الصابلي باش انكم تشدوا الوصفه ديالهم مزيان. من الاحسن لان الصابلي فيه بزاف ديال لي ديتاي، فما بغيتش نزيد عليه التعليقات حتى هما في نفس الفيديو. خذوا التعليقات ومن بعد نديروا معهم الصابلي ان شاء الله. وإلا بغيتوا حتى وصفات اخرين بهاد التعليقات هادو او تعليقات اخرين بنكهات اخرين نوجدوهم مع بعضياتنا، ما كاين حتى شي مشكله. كما ان هاد التعليقات هادو ممكن ديرهم حتى في المونتاج ديال الكيك تزينوا بهم، ممكن ديروهم في كغاناج مونتي، تزيدوا عليهم جيلاتين وديروهم غاناج مونتي. ممكن تستعملوا هاد التعليقات هادو في بزاف ديال الامور ماشي غير في الصابلي. باش نصوبوا هاد التعليقات هادو غادي نحتاجوا اول حاجه 4 المعالق ديال الناباج، 4 المعالق ديال الجليكوز. ممكن تاخذوا غير نصف الكميه، ما كاين حتى شي مشكله. غتخلطوهم مع بعضياتهم في واحد الكاسرول وتحطوهم يسخنوا مزيان على النار تقريبا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، حتى كتبان لكم بحال الكميه شي شويه بدات كتنقص. كتنقصوا منهم كميه السوائل ما امكن. علاش؟ باش ان الصابلي ديالكم ما يفسدش معكم، ما يرطابش، يبقى مقرمش. واخا يبقى مده طويله غير حاولوا انكم تحافظوا عليه مزيان. انا ملي ندير معكم الفيديو ديال الصابلي غنحاول ندير معكم الطريقه كيفاش تحافظوا عليه مده طويله ويبقى معكم مقرمش. ولكن خاصه التعليقات اللي تستعملوا، المواد اللي تستعملوا حتى هي تكون مزيانه، ما يكونش فيها الماء اللي غيتسبب في انه يرطب لكم هذاك الصابلي هذاك. فباش ما توقعوش في هذا المشكل هذا، غادي تاخذوا الناباج والجليكوز غتحطوه فوق النار يغلى مزيان، كما حتى الكميه كتبان لكم بحال بدات كتنقص، عاد كتحيدوه من على النار. وبالنسبه للعسل ضروري خاصكم تاخذوا عسل يكون ثقيل، ما يكونش خفيف. الا خدتوا ثاني عسل خفيف غادا تكون فيه نسبه ديال الماء كثيره وغتوقعوا في نفس المشكل. انايا هنايا عندي كاس ونص ديال العسل. كاس هو عسل ديال النحل ديال الجليكوز يعني عسل حر، ونصف كأس ديال العسل ديال السكر. هاد العسل هذا هو تنخدمو تيبقى عندي حتى العام ونص واكثر في الثلاجه، ما كيوقع عليه والو. الوقت اللي كنبغيه كنجبدو كنخدم به. الا بغيتو الطريقه كيفاش كنخدم هاد العسل هذا خليو ليا في التعاليق نخدمو معاكم. كنخدم به كاع المعسلات، ناجح، كيبقى زوين كما قلت لكم مده طويله، ما كيتسكر ما والو، كدليل على انه ما فيهش الماء. ولهذا لانه عندي العسل مزيان، لا العسل الحر لا العسل العادي. وممكن ديروا غير العسل ديال السكر، ما ديروش كاع عسل ديال الجليكوز ديال النحل. انا درتو لانه متوفر، ملي ما كيكونش راه كندير غير العسل ديال السكر. المهم انهم يكونوا ثقال. تحطوهم حتى هما فوق النار واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق يتجانسوا مزيان مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت يسخنوا مزيان باش يذوبوا لينا هذاك الشكلاط. صافي تفرغوا هذاك العسل والناباج والجليكوز في مره في الزلايف باش تخدموا بهم وهما سخان يذوبوا لكم الشكلاط، بلا ما تضطروا انكم تحطوا التعليقات مره اخرى فوق النار تذوبوا الشكلاط. في حالة الا عندكم العسل خفيف ما عندكمش العسل ثقيل، حاولوا انكم تخليوه واحد المده طويله، وحتى هو واحد ثلث ساعه 25 دقيقه حتى نص ساعه، حتى يبان لكم بدا يتقال. عاد خدموا به حتى هو حيدوا ليه داك الماء اللي فيه، خدموا به وهو ثقيل، ما تخدموش بالعسل خفيف. بالنسبه للتعليقات كيف قلت لكم غادي نحتاجوا هنايا 4 المعالق ديال الناباج و4 المعالق ديال الجليكوز اللي هما مغليين مزيان. غنحتاجوا كاس ونص ديال العسل. غادي ناخذوا العسل كما قلت لكم وهو سخون، غادي نقسموه على جوج، بحال غادي يولي عندنا كاس الا ربع في الزلافه. غادي نضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال هذاك الجليكوز والناباج اللي حتى هما سخان. غنخلطوه معاهم، وغادي ناخذوا الزلافه الاولى باش نديروا فيها التعليكه الاولى. غنديروا فيها معلقه ديال الكاكاو اللي من الاحسن يكون من النوعيه الجيده، ما يكونش ديال العبار باش تكون بنته زوينه. وغنديروا فيه قطع ديال الشوكولاط الاسود.
من 8 القطع ممكن ديروا حتى ل 12 قطعه بركه، ما تزيدوش اكثر. خلطوا هذا الشيء مزيان، وكما قلت لكم والعسل سخون مع بعضياته حتى يتجانس صافي. وغادي نحصلوا على التعليكه الاولى. بالنسبه للتعليكه الثانيه ممكن لا بغيتوها ديال الشوكولاط ابيض غادي نضيفوا غير الشوكولاط ابيض بوحدو، الا بغيتو معاها شي نكهه اخرى غديروا الشوكولاط ابيض وتضيفوا النكهه اللي بغيتو. انا هنايا ضفت النكهه ديال الفرامبواز، ضفت معلقه صغيره ديال الفرامبواز. قد ما بغيتو اللون داكن قد ما كديروا النكهه كثيره. يكون غوز خفيف غديروا راس ملعقه فقط. بغيتو اللون يكون غوز غديروا نصف ملعقه ما عامراش. بغيتو فونسي غديروا اكثر من نصف ملعقه. بغيتوه تقريبا يكون حمر غديروا ملعقه. ولكن لفتو اكثر من ملعقه ونصف غادي يجيكم النكهه ديالو تجي مجهده ديال الفرامبواز. يعني ملعقه ونصف راه غتعطيكم اللون الاحمر الداكن. يعني ما تزيدوش اكثر من هذاك اللون، يعني غير هذا اللون راه هو احمر. اكثر من هذا اللون يعني غيعطيكم واحد اللون اللي داكن. اكثر من معلقه ونص ديال الفرامبواز غادا يجيكم التعليكه مجهده بزاف. غتجي فيها النكهه ديال الفرامبواز كتلسع، ما غتبقاش تعجبكم التعليكه. بالنسبه لهذاك الناباج والجليكوز غنخليوهم نستعملوهم بحال هكاك. اللي بغى يلصق بهذاك الناباج والجليكوز كما هكاك يلصق بهم. اللي بغى يضيف لهم حتى هما شي نكهه يضيفها. اللي بغى يضيف لهم شوكولاط ابيض ولا شوكولاط كحل يضيفها. وممكن ما ديروش كاع العسل، ممكن ديروا غير هذاك الناباج والجليكوز وديروا به هذوك الطريقه اللي درت معكم ديال العسل. بالنسبه لبغيتو ديروا التعليكه ديال الشوكولاط ابيض غادا تجي لكم مع الناباج والجليكوز بلا عسل حسن بزاف. علاش؟ لان العسل فيه شويه ديال اللون، ما غاديش يخلي لكم اللون ديال الشوكولاط الابيض صافي. بالنسبه للجليكوز والناباج التعليكه ديالو غتجي صافيه، اللون ديالها غيبقى ابيض. ممكن تضيفوا ليه حتى اللون الابيض غادي يزيد يعطيه واحد اللون صافي اكثر. هادو هما هي التعليكات اللي كانوا مقترحه اليوم، كنتمنى يعجبوكم. كيف قلت لكم الا بغيتوا المقادير او الطريقه ديال تعليكات اخرين ولا ديال العسل خليو لي في التعاليق. بالنسبه لهاد التعليكات هادو راه واخا يبقاو حتى عام واكثر في الثلاجه ما كيوقع عليهم والو. الا بغيتوا تستعملوهم في البلاصه كتخليوهم يبردوا وكتستعملوهم. خليتوهم حتى لواحد النهار ولا يومين ولا 3 وشي شويه ما بقاوش سائلين جمدوا، درتوهم في الثلاجه ولا كان الحال بارد، ممكن ديروهم يا اما في باماغيه تاخذوا القدر اللي بغيتو تخدموا به وديروه في كاسرول ذوبوه على عافيه اللي تكون مهيله مع التحراك وتخليوه حتى يرجع يبرد وتخدموا به. بغيتو تخدموا به بعد شهر ولا شهرين ولا شاط ليكم ما كنتوش محتاجينه ديك الساعه ديروه في فريغو حتى الوقت اللي تبغيو تخدموا به، وعاد جبدوه شي شويه يدي كونجله وسخنوه بنفس الطريقه اللي قلت لكم وخدموا به بحال يلاه صيبتوه. بهذا الفيديو ديالنا ساله اللي كنتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو شي شويه، وكنقول لكم بالصحه والراحه الى وصفه مقبله ان شاء الله.